ايه رأيكم النهاردة في داوود باشا؟ تغيير، يلا نغير. عمالين نعمل اكل معتاد كتير، تعالوا بقى النهاردة نعمل اكلة الاطفال بيحبوها جدا. هنعمل النهاردة كفتة داوود باشا، وهنعمل فيها كمان بطاطس او اي خضار انت تحبيه. ولكن المكونات اللي هتكون ثابتة معايا كالآتي. اول حاجة معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، يكون فيها نسبة دسم زي ما باين كده في الصورة. تمام. يعني كل ما بتخلي في الكفتة نسبة دسم، كل ما بتديكي طراوة وطعم احلى. طيب المكونات التانية اللي هنضيفها عليها، انا معايا معلقة من النشا، وده اللي هتمسك لك الكفتة وهتخليها معايا مطاطية. هتترش صغيرة جدا من الكربوناتو. ومعايا نص معلقة من الملح، وربع معلقة من الكزبرة، ربع معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة من البابريكا، وكمان ربع معلقة من توابل اللحمة. ممكن ان انت تكتفي بشوية جوز الطيب لو انت بتستعمليها، بس طالما هي فيها شبه حرام فخلاص بلاش منها. معايا هنا بصلايه كبيره، والبصلايه هنا بصلايه ابيض. انا بحب في الكفته جدا البصل يكون ابيض، بيخلي لون الكفته معايا فاتح وكمان طعمها حلو، وما بيبانش ابدا خالص في الكفته، بعكس الفلفل، بعكس البصل الاحمر. بيبقى فيه بحسه للسلطه اكتر يعني. معايا هنا نص فلفلاية او فلفلاية عادي، ممكن تستغنى عنها لو انت بتحبيش الحراق. ومعايا هنا شوية من البقدونس. ودي هتكون كل المكونات اللي انا هستخدمها النهاردة في الوصفة بتاعتي. وهمسك كل الكلام ده كده كله هضربه في الكبة. عايزة اقولك لو انت عايزة تبدأي بالبصل الاول وتصفيه، لو انت خايفة ان الكفتة تفك منك عادي. ولكن انا حاطة معاها معلقة نشا عشان تمتصلي اي مية هتخرج من البصل، فالنشا هنا هتمتصه. فعادي جدا لو انت عايزه تخلطي كل المكونات على بعضها مره واحده، وهوريكم هخلطها الاول وهوريكم هنعمل ايه. هنجيب الكبه بتاعتنا، واول حاجه هنحط فيها البصل والخضار اللي هو الفلفل سواء عندك كزبره او بقدونس عادي، الاتنين عايزه تستغني كمان عنهم وتكتفي بالبصل. تمام. طيب علشان انا هعملها في صلصه اصلا بتوم، فانا ما حطيتش فص التوم. لكن لو انت مش، لو انت هتاكليها بس الكفته كده، فانت هتحطي معاهم فص توم. تمام. حط معاهم كمان التوابل والنشا. طيب لو انت هتعصري البصل ما تحطيش التوابل والنشا دلوقتي، حطيهم بعد ما تضربيها. فرمت كل المكونات مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكمان يا سلام لو عندك حته ليا بتفرق جدا في طعم الكفته. في الوقت ده كده هبدا انزل اللحمه معايا. واللحمه زي ما قلت لكم فيها دسم زي ما انتم شايفين، وتكون اللحمه ساقعه شويه معايا علشان ما تسيبش قوي وما تسخنش معايا في الكبه. لو مش ساقعه ممكن تحطي معاها مكعب تلج. شايفين البخار اللي طالع منها؟ هي فكه بس ما زالت ساقعه. شايفين نسبه الدهن اللي فيها؟ عشان كده محطتش اي دهون اضافيه. طيب لو انت عندك اللحمه حمراء وما عندكيش ليا ولا دهن، هتعملي ايه؟ هتحطي معلقه سمنه كبيره وانت بتضربي الكلام ده. طيب لو كميه اللحمه معاكي كبيره، يعني هتعملي اكتر من نص كيلو مثلا والكبه بتاعتك صغيره، يبقى تضربي شويه شويه عشان احنا عايزينه نسيج متماسك جدا جدا بالشكل اللي انت شايفاه كده. هضربها بقى لحد ما تبقى نسيج واحد كلها. طيب انا فرمتها، ولكن طبعا الفرمه اللي فوق ما بتبقاش زي الفرمه اللي تحت. تقدري تعملي ايه؟ تقدري تعجنيها بقى بايدك، تكملي عجن بايدك، او تشيليها بره وتبداي ان انت تعجني شويه شويه لحد ما تبقى كلها حته واحده. طيب دلوقتي كلها بقت حته واحده زي ما انتم شايفين كده. البصل تدخل في البقدونس، تدخل في الفلفل، في التوابل، في كل حاجه. هتبداي ان انت تكوريها. طبعا لو انت هتعمليها على سيخ او هتعمليها في الجريل مثلا، ان انتوا تعملوها سندوتشات او كده، تقدري ان انت تصبعيها على معلقه. لكن احنا هنعملها ايه؟ داوود باشا، فاحنا هنكورها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، كرات على حسب حجم اللي انت حباه. يعني هي ممكن تصغر شويه كمان عن كده، وممكن عادي يعني هي تعمليها على قد، عايز تعمليها اصغر كمان قد كده تبقى على قد المعلقه، يبقى عادي كمان. عايز تعمليها قد البلي كمان كده، تمام، عشان تبقى على قد المعلقه. تمام. هنكورها واوريها لكم. كورتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كور صغيره يدوب كده على قد المعلقه. طيب سبت منها حته هنا، الحته دي انا هعمل بيها سندوتش حواوشي معتبر. تمام. نروح بقى على التسويه. طيب نيجي على التسويه. انا الكفته عندي فيها دهون، فانا مش هحط دهون كتير. انا يعني لو طايله ما احطش خالص مش هحط، ولكن انا هحط بس معلقه واحده من الزيت كده، وادهنها في الطاسه كلها كده، والطاسه بتاعتي سخنه. انزل على طول بالايه؟ بالكفته بتاعتنا. بسم الله.
اهي. بصوا بقى الكفته احنا بنعلي عليها في الاول بس، يعني بحيث ان هي تاخد الصدمه يعني، لكن بعد كده احنا بنهدي عشان ما تاخدش لون اسود من بره ومن جوه تبقى معانا لسه ما استوتش. والكفته دي عامه احنا ما بنطولش عليها لان لسه ليها مرحله تانية اللي هي الصلصه، فاحنا كده كده ايه هنبقى متاكدين من السوا بتاعها. ننزل كله بالشكل ده، ودلوقتي هتلاقوا الطاسه دي كلها اتملت معايا من الدهون. شايفين النص كيلو سبت منه كمان نعمل رغيف حواوشي، على فكره عادي بيبقى طعمها حلو بالشكل ده كده. لسه ما خلصناش يا جماعه الكميه، عشان كده بقول لكم اكله حلوه جدا والاطفال بيحبوها، كمان موفره وشكلها حلو جدا على السفره، كمان لو عملتها في طاجن بيبقى شكلها تحفه. انا عامه لو عندي عزومه او كده هعملها في طاجن، لكن انا لولادي عادي ممكن اقدمها لهم كده، يعني الولاد انتوا عارفين ما بيحبوش الحاجات السخنه قوي. زي ما قلت لكم هتنزل دهون اهي معانا، لو عملنا كده بقى بتتحرك بكل سهوله، واخدت معايا لون ده حلو ازاي. ممكن تحركيها بالراحه جدا ان احنا نقلبها الناحيه التانيه. بدات كلها هي تستوي معايا، وطبعا شايفين كميه الدهون اللي نزلت منها، عشان كده المفروض ما كنتش احط اصلا زيت. طيب في المرحله ديت انا قطعت بطاطس علشان تتناسب مع طبيعه الكفته اللي انا عاملاها ان هي صغيره وتستوي بسرعه. قطعتها صغير جدا برضو علشان انا هضيف كل المكونات كلها مع الكفته، مش هنقل الكفته. تمام. وعايزه اقول لكم الكفته متماسكه جدا، مع ان انا ما حطيتش البصل، ولكن معلقه النشا اللي احنا بنحطها بتخلي الكفته متماسكه جدا معاكي. عايزه تحمريها وتطلعيها تاكلوها في الوقت ده او تحطي لها فحمايه بجد تبقى خطيره، يا كفته حياتي عادي. تمام. هنيجي دلوقتي قطعت البطاطس، المفروض عندك تكوني فرمه طماطم، ولكن انا عندي طماطم متسبكه، فهقول لكم هعمل ايه دلوقتي. معايا هنا دلوقتي معلقه من الثوم المفروم القمر اللي انا كنت عملته معاكم كتير قبل كده، متجمد اهوت، باخد منه معلقه بيبقى طري حلو وبيسعفني. الثوم ده بيقعد معايا بالسنه في الفريزر، حطيته كده ان هي تتحمر مع الكفته، مش هنقل الكفته ولا حاجه. انت بقى حابه تنقلي وتعملي خطوات كتير بقى ونوسط مواعين كتير، لا احنا عايزين نخلص كله كده ايه في حاجه واحده. هسيب بس كده ان انا اشم ريحه الثوم ده كده معايا. الوقت ده هيكون معايا مكعب من المرقه، لو انت ما بتحبوهوش براحتك جدا. بالشكل ده كده هفرمه، وهحط شويه من الكزبره، والاول رشه من السكر فوق الدهون دي كده تتكرمل معايا، وشويه من الكزبره. حطيت شويه من الكزبره وشويه من الكمون. هنزل بقى بالصلصه. لو انت ما عندكيش طماطم متسبكه زي كده، يبقى هتطلعي الكفته الاول علشان ما تعجنش معاكي وتاخد وقت طويل، لان هتكون لسه عايزه تسبكي الطماطم. لكن انا عندي طماطم هنا متسبكه، فانا مش على فكره لو عندي معلقه خل كمان كنت حطيتها على الثوم كده، كان هيطلع لك بقى روايه بس تلم عليكي الناس كلها. انا عندي الطماطم متسبكه، فانا نزلت على طول بالطماطم. عايزه اقول لك برده تقدري ان انت تاكليها كده في المرحله دي، تظبطي الملح والفلفل بتاعك، احنا حطينا كمون وكزبره. وهبدا انزل كمان نزلت بالبطاطس، هنزل كمان بالشوربه. انا بشيلها كده في الفريزر عشان لو احتجتها اي وقت زي كده. وهحط ملح وفلفل مع المنظر روحه فنيه. في الوقت ده انت بتدوقي الملح بتاعك بتظبطيه، فلفل بتظبطيه، كمون بتظبطيه. عايزه كمان تحطي شويه خل، تمام. عايزه في الوقت ده تقطعي شويه فلفل رومي او فلفل حراق، حلو جدا. تمام. احنا هنسيبها دلوقتي، عايزه ازودها شويه ميه عشان البطاطس تستوي معاكي بسرعه، عادي برده مفيش اي مشكله. وانا شكلي كده بالمنظر المغري ده شكلي هنقلها في طاجن صراحه. الكفته بصوا متماسكه وخطيره، شايفين احنا قلبنا فيها قد ايه وهي زي الفل، كل حاجه معموله قدامكم.
طبعا لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك علشان القناه عندي واقفه جدا، فعايزه تشجيع منكم عشان نرجع نعمل فيديوهات مع بعضنا حلوه. ده طبعا بنكون جهزنا شويه رز بالشعريه زي القمر. اعتبر البطاطس في الوقت ده ولقيتها خلاص دخلت في سوا، في الوقت ده هبدا احطها في الطاجن. انا زودتها شويه ميه واحطها في الطاجن عشان تكمل سواها في الفرن. شغل عليها من تحت ومن فوق، اول ما هتاخد وش معايا هطلعها على طول. كمان الريفيو اللي انا كنت عملته لكم على ام الحلال، شايفين اول ما قلبت منها اللي احنا بنعمله ده ما سابتش اي حاجه مكانها خالص. وهنا نقلت اهوت الطاجن، نقلتهم بقى الطاجن. هحط على الوش كده شويه من الفلفل الرومي. عايزه قرن فلفل حراق بحاله كمان عادي، عايزه تحطي شرايح ليمون، شرايح بصل اللي انت حباه، شرايح طماطم عادي. هدخله بقى الفرن ياخد لون واطلعه لكم نشوف الجمال. بصوا لي بقى على الجمال ولا الريحه. عايزه اقول لكم هو لونه اغمق من التصوير، بس مش عارفه هو مش جاي ليه. بجد خطير. شويه رز بقى بالشعريه، طاجن رهيب يا جماعه. هننقل منه شويه في الطبق عشان اوريكم برضو السوا بتاعها وشكلها من جوه. تعالوا بقى ننقلها بقى كده. الشكل بجد يا جماعه خطير. عايزه اقول لكم يعني كمان الكميه، يعني ما شاء الله تبارك الله. شايفين ده كله من نص كيلو لحمه، واحنا اخدين منه حته كمان نعمل بها حواوشي. تعالوا بقى ناخد كده ايه، نوريكم الكفته من جوه. بسم الله. بصوا لحد اخر لحظه متماسكه معانا جدا جدا، شايفين؟ بسم الله. خطيره خطيره. ولا سوى البطاطس، شايفين؟ على الرغم ان احنا حاطينها فيها نيه وكنا محمرين الكفته. الكفته دي عايزه لها شويه طحينه وعيش يا خرابي. بصوا ممكن كمان ناخد حته بتنجان. اتفرجوا لي على الجمال. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ماما بصوا وجبه غدا تكفي 5-6 افراد، بجد تحفه. نعم يا ماما. يا ماما. حاضر يا ماما. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين من جوه كلها حته واحده، مفيش ولا بصل باين ولا فلفل ولا اي حاجه خالص. جربوا الطريقه هتعجبكم جدا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم من كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.